أطالب من حكومتنا بسرعة القبض على هذا الكائن. هذا الشخص بيدعي أنه بيفعل أعمال خيرية وبيصور بعض الحالات وهو بيدي الواحد 20,000 واحد 15,000، ولكن خلف الكواليس بلاوي. هذا الشخص قبل سنتين انتشرت أخبار بأنه استغل ظروف بنت وتزوجها، وهذه البنت مزوجة وزوجها بخير، استغلها، ادالها سلة غذائية ومدري ما ادالها وضحك عليها وضغط عليها وتزوجها. انتشرت هذه الأخبار وطلع يبرر. شاهدوا، سأعرض لكم الآن فيديو وهو بيبرر. اتهموني اني تزوجت بامرأة متزوجة، مع العلم ان زواجي شرعي على سنة الله ورسوله، ولها عندي سنة، وهذا عرض وشرف، وهذا ما يثبت. ما هو ضروري اوضح لكم هذا العقد، وهذه ورقة الطلاق من طريقها السابق. طلع بالأوراق وأنا تزوجتها برضاها، وهذا ورقة طلاقها من زوجها الأول، وهذا انتهت القضية. والآن معنا قضية ثانية لنفس الشخص، بنت طلعت تفعل فيديو وتشتكي من هذا الشخص. اسمعوا ايش قالت. السلام عليكم. طبعا أنا هي ضحية غالب القاضي اللي تزوجني بالخداع وبالظلم. طبعا أنا بنت عمري 18 سنة، يتيمة الأب. كان معي أخ واحد الله يرحمه جاء أجله ومات. فجاء غالب القاضي صلح لنا قبر أخي بعد وفاة أخي. ما كنا نعرف غالب القاضي إلا من عبر الجيران، كلموا وجاء صلح قبر أخي وهذا، ودرينا وقتها أنه يعني فاعل خير، لأنه ما كناش نعرفه من قبل. درينا أنه فاعل خير. بعد ما صلح قبر أخي راح بعد حاله، وإحنا حين إحنا مكالف لحالنا، إحنا كنا معتمدات على أخي في إيجار وفي كل شيء. تراكم علينا إيجار البيت بعد أخي. فجلس فترة واتصل بنا غالب القاضي بيسأل كيف أحوالنا من بعد وفاة أخي وكيف. قلنا له والله أن الحال يرثالها وأنه الحمد لله تراكمت علينا إيجار البيت. قال بدل ما انتن جالسة هناك وصاحب البيت عيخرج كان ومدري وش، ايش رأيك نجلكن في الحديدة، لأنه مكان عملي في الحديدة ما شافهم شفلتكن، أبصر لكن بيتنا على نظري يقع رخيص، وأنا أسجلكن في منظمات خيرية، وكمان في السلات الغذائية حقي. فرحنا قلنا حلق لقيت عن قال أنا غير بيت رخيص. قالوا عبصر لي وظيفة، حين هو في الحديدة يعني مكان عمل وهكذا، عبصر لي وظيفة واشتغل هناك في الحديدة. قلنا تمام. جلس هكذا يومين واتصلنا، قال قد لقيت لكن بيت بحدود 20,000 مع الماء والكهرباء. فرحنا قوي. قال وانتي بشوف لك وظيفة تشتغلي، وكمان بسجلكن في المنظمات الخيرية وفي السلات الغذائية حقي، وما شافكن شفلتكن قد انتي بنتي وهذيك اختي. قلنا سابر جزاه الله خير. قلنا طيب. قال خلاص احنا بعد تحركوا. وقلنا ان شاء الله خلينا بس نبيع حقنا المجلس بحق النقل نقول للحديدة. قال ما عليكن، الإيجار أنا قديت لكن مقدم حق 3 أشهر، وحق النقل علي لا تهمناش، أنا قبي أفعل خير مع الناس كلهم وبحنا بشبكن. قلنا جزاه الله خير. بكرنا اليوم الثاني بزينا عفشنا وتوكلنا على الله. قلنا يعني عن وصلنا بيتنا قد البيت جاهز. قال جاهز، وديت له مقدم حق 3 أشهر مع الباقي لا تدخلن بيتكن والباقي علي. أنا عاد أسجلكن في منظمات خيرية وفي السلات الغذائية حقي، وسبسلش وظيفة واشتغلتي وعشتي، وأنا ما شافكن شافلتكن. قلنا يلا جزاه الله خير. وفرحنا من البهذل في صنعاء، يعني ما لقينا لنا لا رضي صاحب البيت يصبر علينا بالإيجار ولا شيء، يتراكم علينا الإيجار. توكلنا الحديدة، وإحنا قد إحنا يعني واثقين برجل الخير غالب القاضي، أنه يعني رجل خير ودين ويفعل معنا المستحيل مثل ما يفعل مع الفقراء والمحتاجين الثانيين. لو ما وصلنا الحديدة وصلنا الليل. وصلنا قلنا يلا بنتوكل للبيت. قال ما عليكن هذا الساعة ما يصلحش نسير البيت هذا الوقت، لأن عاد الكهرباء بيصلحوها. قلنا أوكي. قال معي أنا غرفة وحمام منعزل صانكم الله وعز قدركم، معي أنا غرفة وحمام منعزلة، خذوا عفشكم لا بينها. وجلستن للصباح، والصباح نقولكم لا بيتكم أمد لو ما ننظفه ونجهزه. قلنا تمام قد ونسوي مقام أبي ويلا وفاعل خير.
بزينا عشنا ودخلنا غرفة الحمام المنعزل الذي عنده أصانكم الله. والصباح قلنا يلا بنتحرك البيت. قال اعذروني جت لي حالة سرطانية طارئة في حجة، يعني واحد في السرطان وحالة طارئة فيصير يشوفه. قال ضروري يصير الآن فسوي مقابلة معه. قلنا وكيف مشان البيت؟ قال برجع في نفس اليوم يعني المغرب وأنا هنا، أنا أصوره هذا واجي. قلنا طيب. رجع قال شوفين أنا مصور حقي بصراحة ما خليته يجي، حين أنتن في البيت هنا ما يصبر يعني، حين أنتن مكالف خليته يرحله، لكن أنتن بتفعلن خير وتصورني قد أنتن تكسب لكن أجر. قلنا يلا إنسان قد فعل معنا خير وفعل معنا هذا المعروف واستأجر لنا البيت هذا بنرد لها الجميع. يا على قد زي أبي مش مشكلة. رحت أنا وأمي معه لا حجة على أساس نصور الحالة، وحين نرجع بنرجع للبيت حقنا. لو ما وصلنا لحجة شفناها عبر من حجة ما وقفش. قلنا لو وصلنا حجة عمي عتسي. قال الحالة نقلوها لها صنعاء وندري ويش. قلنا يلا بالخير. قال خلاص لو انت معي قد انت في الطريق خلنا نواصل، كم ما قد هذا كملنا ونرجع في نفس اليوم لا تقلقنش. قلنا سافر خيرة الله قد احنا في الطريق. وصلنا صنعاء العشية الساعة على ما أظن 9، لو ما قد احنا في صنعاء قلب هذا الخبر هذا كله انقلب. قال الحين قد انتن في صنعاء قد انتن في بلادكن، أعذر إني أنا ما بقدرش أتكفل فيكن وأنا ما أعرفكن ولا أصرفكن ولا شيء، أش يقولوا الناس علي؟ قلت يا ابن الناس يعني إيش اديتن لهنا على أساس إيش؟ كان اديتكن لهنا أنا بصراحة عاد أنا فكرت في الموضوع إنه كيف أتكفل فيكن وأنا ما أعرفكنش، أش يقولوا علي الناس؟ عاد أنا غير فكرت ذا الحين. قلنا له كيف تدينا لهنا وتفعل بنا هكذا قال والله أعذرني ما بش معي حل إلا إنه يا نزلتن في بلادك أو حل ثاني إن أنتي تتزوجيني اللي هي أنا اللي أنا بمقام بنته. يا نزلتن بلاد أنتن في بلادك يا نزلت لكن هنية، أو إن أنتي تتزوجيني. قلنا يا غيرة الله كيف بطايقنا وعفشنا وكل شيء عنده في الحديدة، إحنا في صنعاء قد الدنيا ليل لا معنا لا ملجأ ولا مسكن ولا صديق ولا قريب. قلنا كيف نفعل يعني؟ كيف تدينا لهنا وتكذب علينا وكيف تخلينا نجي للحديدة أساسا وتكذب علينا؟ رجع قال والله أنا ما أقدر، أنا عاد أنا غير فكرت ذا الحين بالموضوع إنه كيف أتكفل فيك. قلنا ما عاد تكفل شيء، أنت عاد دخلنا البيت عاد تفسدي وظيفة وش أكون أشتغل أنا على نفسي. قال والله أعذرني ما بقدرش، والله ما معاكن إلا حل واحد إنه يا تتزوجين يا نزلتين بنت في بلادك. ومسكنا باليد الذي توجعنا مكالف آخر الليل في الشارع في شوارع صنعاء لحالنا شعي ولا الناس علينا. قلنا خيرة الله قدر الله ما شاء فعل، بتزوجوا ولا البهذل انت بهذل انا وامي عجوز الكبير في السن في الشوارع ومكلف وحيدة في الشارع. قلت يلا وافقت ان انا اتزوجه. قال لي كان بشرط ما بش معي لا شرط ولا مهر ولا معي حتى حق محبس ولا دبله، ما معي الا حق الامين الشرعي. قلنا وكيف؟ قال خلاص. قلنا قدر الله ما شاء فعل، توكلنا على الله وافقت اني تزوجته بلاش. صرنا بنفس الوقت خلى المصور حقه صدام الدوح، لأنه أنا على ما قلت لكم إني يتيمة الأب وما بش معي أخوة الله يرحمه أخي مات وما بش معي عمو، وخلى صدام المصور حقه صدام الدوح اللي بيصوره اتصل له وخلاه يجي أوكله بنفس اليوم بنفس الوقت عقدنا، خلاه إنه يجي على سبيل إني أوكله بعقد الزواج حقي، لأنه ما بش معي أنا أخ أوكله وكلت صدام وودانا لعند الأمين الشرعي ورحنا في نفس الوقت وكلت صدام وعقد لنا صدام من فيه. والشهود يحيى القاضي ابن عمه ويحيى كمان الثاني هو القاضي ابن عمه عيال عمها الاثنين الشهود الذي شهدوا. ويلا كملنا وعقدنا ورجعنا الحديدة بنفس اليوم، روحنا الحديدة بنفس اليوم على أساس إنه عيلة رجعنا البيت الذي اتفقنا عليه اللي 20. يوم ما رحنا في الحديدة قلنا خلاص بنا نقول الآن ما عاد بننتظرش. قال ما عاد 6 شهور أصحاب البيت هذا الذي ب20,000 ما عاد 6 شهور ويهم، لكن ما دام قد انتي مرتين عاد استأجر لك انتي الشقة الذي جنبي.
طبعا أنا مدخل الشقة هذه اللي عايز استأجرها وحق الشقة مدخلهن واحد. قلنا تمام. بعد ما استأجرها وسكننا بعد زواجنا بكم يوم استأجرها، وما عاد سديت أنا وياه من كثر الأهان والضرب، حنكت وجلست أتابع وإنه ما بش فايدة بعده، ما بش أمل. يعني شرد بنا في الحديدة. آخر حاجة أنا تعبت، قدمت شكوى لقسم 7 يوليو. والله وكانوا يفعلوا جهدهم، لكن المشكلة إنه قلت كان يهرب، ما كان شي يواجه، كان يهرب. لا مرة جو يدوروا على ما لقوا لا باصة، هو مخباه في الشقة وكان يجاوبهم سلطان مفتوح، كان يقول ما بحدوا. بزوا الباص حقه حجزوه يمكن أسبوع وهو محجوز عندهم في قسم 7 يوليو. ورجعوا خرجوه مقابل أنا أتنازل يعني عن القضية مقابل طلاقي، وأنا تنازلت على القضية هذه على سبب طلاقي وخليته يطلق وطلقني ومقابل إني أخرج باصة. ورغم إن أنا واحمل بابنه حامل بابنه شرد بنا، وذي الحين مشردت أنا وأمي في صنعاء. عفشنا في الحديدة، طبعا صاحب البيت الذي في الحديدة هو صاحبه، واتفق هو وياه إنهم يخرجونا من البيت، وصاحب البيت قال ما بالله نخرج من البيت اللي في الحديدة. آخر حاجة قلنا خلاص بعنا المجلس حقنا من صاحب البيت اللي في الحديدة ب150,000 على أساس نجي صنعاء ندور بيت. جينا صنعاء وإنهم يشتوا 3 أشهر مقدم، وأقل بيت ب40,000، ويشتوا ضمانة تجاري، وإحنا ما بش معانا ضمانة تجارية. كذلنا هنا بانوا في شهر في صنعاء وجالسات في فندق بندور بيت، ما لقينا. شو كذلنا ذا الحين في صنعاء بانوا في شهر لا لقينا بيت ولا شيء. وصاحب البيت الذي بالحديدة حجز عفشنا وغلق علينا الشقة، ذا احنا الشقة مغلق والعفش حقنا محجوز، لو ما ندي إيجار وحق الماء والكهرباء. وأنا وأمي ذا الحين مشردت في صنعاء بين فندق عايشات ومشردات، رغم إنه قد بيعنا نص عفشنا، بيعنا دبة الغاز، الطاقة الشمسية، المجلس، وآخر حاجة بعنا في صنعاء تلفوني. دحين لي استخدم تلفون أخي، بعت تلفوني على سبب علاج أمي وإيجار الفندق. دحين إحنا مشردات أنا وأمي وكل بسبب غالب القاضي، وما عاد خلينا مكتب عقارات في صنعاء ما قد دورنا عندهم، كلهم يشتوا ضمانة تجارية ومقدم. وإحنا من لنا نقل العفش أقل شي له صنعاء ب80,000، والإيجار يشتوا مقدم حق 3 أشهر. إحنا من لنا ما قد خلينا مكتب، هبط ابني هبط الجنين عليا من كثر السير والجاي، ومعي أمي مريضة من مستشفى لا مستشفى. وهذا قصتي مع غالب القاضي الذي شرد بنا وبهذا البناء، والمكلف مكلف الجميع. سمعتوا البنت؟ الآن اسمعوا الفيديو حق هذا وهو بيبرر بعد الفيديو حق البنت. اسمعوا ايش قال. أنا تزوجت على سنة الله ورسوله، وعندي ما يثبت بإذن الله رب العالمين. الإثباتات معي، عقد شرعي على سنة الله ورسوله من المحكمة معمد، وورقة طلاق معمد. أنا عندي محكمة، هذه وثيقات تثبت الانتهاء بذمة استغلالات. يا حكومتنا اسرعوا في إلقاء القبض على هذا الأخطبوط قبل ما ينكح لنا 3 أسر. اسرعوا، هذا الشخص بيستغل الأسر الفقيرة، بيستغل اليتامى الذي لا معها أب ولا أخوة، الذي ما بش معها قوت يومها، بيصير يدي لهم سلة غذائية ويشتي ينكح البنت بسلة غذائية، بينكحن بلاش. سمعتوا ايش قالت البنت؟ حتى مدالها خاتم لا مهر ولا، بيستغل حاجتهم، هو بيغتصبهن ولكن بطريقة حديثة، ويطلع لكم بالأوراق أنا تزوجتها على سنة الله ورسوله، وهذا الإثبات وهذا العقد وهذا الطلاق وهذا في حكومتنا هذا الشخص يمتسك، هذا الشخص